السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ازاي تخلي الناس تحبك وازاي ما تخسرش الناس اللي بتحبهم؟ انت دايما خايفة تخسري اللي بتحبهم، فبتيجي على نفسك كل مرة وتقولي انا اسفة ما كانش قصدي حتى لو مش غلطانة. انا عايزة اقولك ان انت كده ظلمتي نفسك وبتسمحي للطرف التاني انه يستنزفك. واقولك كمان ان انت عايشة حالة حب من طرف واحد، لان لو في تبادل في المشاعر هيكون هناك تبادل في العطاء. طيب ايه اللي اعمله بقى عشان ما اخسرش الناس اللي انا بحبهم؟ الاول ازاي تخلي الناس تحبك؟ لازم تكوني صادقه وبسيطه، لان الناس بتحب الشخصيه البسيطه اللي مش بتتصنع ولا بتمثل. يعني خليكي دايما على طبيعتك وهاديه، ولما حد يتكلم معاكي يعني اسمعيه باهتمام وحس بمشاعر اللي قدام منك. ما يكونش اللي معاكي بيتكلم على حاجه تحزن وبيبكي وانت تضحكي وتسخري من مشاعره. لا، لازم تبادليه نفس المشاعر، يعني تفرحي لفرحهم وتحزني لحزنهم، ويكون في نيتك انك بتشاركي مشاعرهم دي من باب جبر الخواطر. وخلي دايما الابتسامة على وشك لما حد يطلب منك حاجة او يتكلم معاكي، كوني مبتسمة، لان الابتسامة بتفتح القلوب وبتدي الوش بشاشة ونور. وما تخليش وشك مكدر ومكشر وتقول اصل دي طبيعتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الابتسامة في وجه اخيك صدقة. فانا عايزاكي بقى تخلي الابتسامة دي كمان بنية الصدقة. لما حد يكون محتاج مساعدة منك قدميها بحب من غير ما تكوني منتظرة مقابل او حتى كلمة طيبة. ولما تقدمي خدمة ما تعظميش في نفسك وتقولي ما حدش كان يعرف يعمل اللي انا عملته ده. لا، خليكي متواضعة وقولي ده من فضل الله وتوفيقه. خلي في نيتك انك بتساعد علشان ترضي ربنا، مش عشان حد يحبك او يشكرك. دايما اجعلي نيتك خالصة لوجه الله في كل عمل انت بتعمليه، حتى الابتسامة اللي اتكلمنا عليها دلوقتي ربنا هيكرمك باذن الله. طب لما تلاقي حد رأيه مختلف مع رأيك ما تتعصبيش وما تغضبيش، لان الاختلاف ده امر طبيعي. الناس اللي بتتقمص بسرعة مش محبوب، ومحدش هيستحملك لو كنت من النوع اللي بيتقمص على طول ده. اقبلي دايما الاختلاف باحترام وافهمي وجهات النظر. طيب انت كده بفضل الله قدرت توصلي لمرحله ان الناس حبتك خلاص. طب ازاي بقى ما تخسريش الناس اللي بتحبيهم؟ خليكي على تواصل معاهم، مكالمه صغيره من فتره لفتره كده، او رساله حلوه تطمني عليهم. المهم ان انت ما تقوليش دي كان مشواره بقى وخلص، او كانت مصلحه وانتهينا منها وسلام كده ومع السلامه، لا. واذا غلطتي بقى ما تكبريش واعترفي بغلطك. من الادب ومن الشياكة كده انك تعتذري وده مش حاجة تقلل منك ولا ضعف منك، ده ادب. خلي في حدود دايما في التعامل. بمعنى ايه؟ ما تخليش حياتك كتاب مفتوح الكل يعرف عنك الصغيرة قبل الكبيرة. ما تحكيش تفاصيل حياتك لأي حد ايا كان. كتر الحكي والرغي بيقلل منك. واهم حاجة بقى عامل الناس بالطريقة اللي تحبي انهم يعملوك بيها. واهم ما في الموضوع ده كله خلي نيتك خالصة لوجه الله، وارضاء الناس غاية لا تدرك. اوعك تدوري على انك ترضي الناس، ارضي ربنا وربنا هيرضيكي وهيحبب فيكي خلق. انا عايزه اقول لك اذا عجبك الفيديو اتمنى ان انت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تشير الفيديو عشان الكل يستفيد. ولو انت مكمله معايا للنهايه يا ريت تكتبي لي في التعليقات اللهم صل وسلم على نبينا محمد.